بنتايج بقى له كام ماتش اقسم بالله مستوى ملط مش موجود. لا هو بيدافع ولا هو بيهاجم ولا هو بيعمل كرة صح ولا باص صح والدنيا. حتى النهارده كان مستواه زفت الزفت. فتحس ان هو بيلعب هو قرفان متضايق عليه اقساط، مع انه واخد فلوسه والدنيا عنده متظبطه زي الفل، حتى كمان كان قاعد مش بياخد فلوسه. يعني من اللعيبه اللي انا الصراحه من ساعه لما رجع الزمالك تاني بعد ما خد فلوسه ما كنتش حابب ان هو يلعب. ليه؟ لانه كان قاعد بره وعايز فلوسه، قاعد كده مستني لحد لما ياخد فلوسه عشان ينزل يلعب. اه حقه وكل حاجه، بس انا شايف فريقي بيلعب في الدوري ومحتاجني وقاعد كده، يبقى انا لاعب الصراحه يعني ما استحقش البس التيشيرت ده. من الاخر اه حقك وكل حاجه وهتاخد فلوسك، بس خليك لاعب راجل والعب. بس للاسف من ساعه لما رجع وهو مستواه ضايع ضايع. انا كان نفسي النهارده ينزل ايشو ولا 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 اي لاعب تاني من لاعبي الزمالك الناشئين النهارده. لكن في لاعب تاني مش فاكر اسمه برضه في نفس جبهته بيلعب، كان نفسي يلعب النهارده مكانه. بس للاسف النهارده كابتن معتمد جمال معتمد عليه لان طبعا هو اللاعب اللي عنده خبره. فاتمنى لو مش هيتظبط يركن دكه، ده اكتر ولا اقل. السلام عليكم.